وكأنك في ومبلي وبارك دي برانس وسانتياغو برنابيو وغيرهم من الملاعب العالمية. حق للجماهير الجزائرية أن تفتخر، أن تحتفل، أن تبتهج بهذا الصرح الرياضي الجديد ذي المقاييس العالمية. مرحبا بكم مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم، تحية لكم طيبة مباشرة من ملعب المجاهد حسين أيد حمد إلى هذه القمة الكروية الكلاسيكية التقليدية رقم 109 بين الشبيبة والمولودية، بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر في تاريخ مواجهاتهما ضمن بطولة أو البطولة الوطنية بصفة عامة 121 في كل المنافسات من كأس وبطولة وغيرها من المنافسات. إذن الكلاسيكو واحد من الكلاسيكيات والمباريات التقليدية في هذه الأجواء الكبيرة، في هذا الحضور المميز لجماهير المولودية، مثل ما هو الحال لجماهير شبيبة القبائل في هذا العرس الكروي الكبير من أعراس الكرة الجزائرية في هذا الملعب التحفة كما ذكرت، وفي هذه الأجواء الكبيرة من الروح الرياضية بين عناصر الفريقين. سنعيش 90 دقيقة من الإثارة والفرجة. نبيل سيعطي إشارة انطلاق المباراة بعد لحظات، بعد قليل، في هذه السهرة والأمسية الكروية. من جانب الكرة تلعب من حمزة مولي طويلة، البحث عن اللاعب المتحرر من الرقابة، تصل الكرة مباشرة من هناك لزوغرانا، يبحث عن كيبري أو عن زكريا. العربي ثابتي يفتح مجال التهديف للمولودية في حدود الدقيقة 8. يا لها من جملة ثلاثية جميلة، يا لها من جملة تكتيكية رائعة تنتهي في شباك الحارس بالرابح وشبيبة القبائل قبل بداية الدقيقة 8 من زمن المباراة. 1-0 للمولودية، وأنصار المولودية يهزون مدرجات ملعب حسين أيد حمد في الزاوية المخصصة لهم. العربي ثابتي، شوف الإعادة هنا، شوف اللعبة الثلاثية والتمريرة الدقيقة والرائعة، لم يتعدد في لمسها ووضعها في الشباك وهز المدرجات للمرة الأولى في المباراة في الدقيقة 8. العربي ثابتي الورقة التي اعتمد عليها والتي راهن عليها المدرب باتريس أمير بومل يثبت وجوده. شوف البريسينج المطبق من قبل عناصر شبيبة القبائل الذين يبحثون عن معادلة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول. وقبل الخطأ الدفاعي التغطية بطريقة ممتازة، ولكنه كان أن يقع في المحظور. أيوب عبد اللاوي رجعها بالراس لحارسه توفيق مساوي، لكن الكرة قبل ذلك خرجت حسب تقدير حكم المباراة. تشاهد الخطأ الذي ارتكبه توفيق مساوي. الحكم قدر بأن الكرة خرجت بكامل قطرها إلى 5 أمتار و50. روح رياضية كبيرة. أيمن الأحمري عبد العزيز في تنفيذ الركنية من الجانب الأيمن، تلعب الكرة في القائم الثاني. هذه المرة يتمكن محمد الأمين مداني من هز شباك المولودية وتوفيق مساوي قبل نهاية شوط المباراة الأول ب3 دقائق في وقت مثالي. محمد الأمين مداني يهز مدرجات ملعب الراحل حسين أيد حمد في الدقيقة 42 من زمن المباراة، يعادل النتيجة ويعيد الكرة من جديد إلى نقطة الصفر أمام فرحة المدرب عبد الحق بن شيخة الذي يتنفس السعداء قبل نهاية شوط المباراة الأول. 1-1 بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر. محمد الأمين مداني ارتقاء جميل، كرة موضوعة بدقة اصطدمت بأحد المدافعين وسكنت شباك توفيق مساوي بقوة وباقتدار. شاهدت موقع التحرك، الإرباك، ثم الارتقاء والتسديد بقوة في الشباك للمرة الأولى من جانب الشبيبة. 1-1 بين الشبيبة والمولودية. يسوي للشبيبة. تلعب الكرة من هناك ناحية الجانب الأيمن، البحث عن كبري إيمانويل أو زكريا نعيجي. العربي الثابتي يستحوذ على هذه الكرة. زوغرانا محمد يرجعها للعربي الثابتي في الوسط، دائما الملعوبة ثنائية وثلاثية. هنا حليمية لزوغرانا بطريقة ممتازة. على هذه الجملة التكتيكية
أوي على هذه الجملة التكتيكية الرائعة، النسج الكروي الجميل، الاستعراض المبهر من عناصر المولودية. حقيقة أفضل ردة فعل، حتى أنها يمكن أن نصفها بأنها جملة تكتيكية أفضل من هدف. جملة تكتيكية رائعة جدا. نشاهد 1 2 ثم 3 4 5 والسادسة كادت أن تكون في الشباك. حقيقة استعراض جميل من عناصر المولودية. أعتقد بأنها بدأت تجد المعالم في التشكيلة بعد بداية متعثرة وبداية متذبذبة في المباريات السابقة. زكريا نعيجي قبل تنفيذ الكرة الثابتة لمصلحة شبيبة القبائل. أيمن الأحمري ملعوب الكرة. الدفاع هذه المرة يتدخل. تبقى الخطورة والفرصة المتاحة لشبيبة القبائل. والتر بواليا كاد يضيف الثاني لمصلحة شبيبة القبائل في غفلة وعلى حين غرة من دفاع المولودية. راوغ لاعبين دفعة واحدة وسدد خارج المرمى. حقيقة والتر بواليا خطير حينما استدار بهذا الشكل وسدد الكرة خارج الإطار بجانب القائم الأيسر. والحكم نبيل بوخالفة يعلن صافرة نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل العادل بين الشبيبة والمولودية في مباراة جميلة على المدرجات وفوق أرضية الميدان. في انتظار ذلك تشكيلة المدرب عبد الحق بن شيخ، الفريق المضيف والمستضيف. طبعا جانب من الصور الجميلة التي يصنعها فريق أنصار فريق مولودية الجزائر، التوزيعة الأخيرة إلى خارج أرضية الميدان. الدقيقة الثالثة نلعبها الآن مشاهدينا من شوط المباراة الثاني وسط أجواء رائعة، أجواء لا تصفها إلا الصورة كما نشاهد في تشكيل الجدار الدفاعي من جانب شبيبة القبائل. وأمام الكرة سيكون صاحب الركلات القوية أندي دولور، صاحب الركلات التي لا ترحم الشباك. أندي دولور يتقدم، دولور التسديد مرت ببضع سنتيمترات او ببضع مليمترات عن مرمى الحارس سيف بن رابح من اندي دولار. قرر ان يرسل الكره زاحفه قويه تحت ارجل اللاعبين، ولو كانت نوعا ما يعني قريبه لكانت ربما في باغته الحارس. كانت قويه جدا هذه الكره. اوروبا في الانديه الاوروبيه الكبيره، هذا الخزان وهذه المدرسه والاكاديميه. الكرة لمصلحة المولودية تعود لمحمد زوقرانا، يغير الجناح تماما من هناك لحمزة موالي يبحث عن المساندة، يوجدها المساندة ترجع له من جديد. عربي ثابتي تلعب الكرة بواسطة كابري من هناك، كابري يوصلها لأندي دولار، عربي ثابتي يوصلها زكريا نايجي من هناك، يلحق على الكرة زكريا نايجي بطريقة ممتازة، يتمكن من توزيعها العربي ثابتي. يا سلام، ما هذا الاستعراض، ما هذه الجمل التكتيكية، ما هذه النسوج الكروية، ما هذه الأهداف الجميلة. المولودية تبدع اليوم، تصنع الفرجة وتصنع المتعة وتصنع التشويق. هدف آخر من أهدافها الرائعة، علامة مسجلة في هذه المباراة للمولودية. هدفين بطريقتين استعراضيتين جميلتين يهزان مدرجات المولودية في أعلى مدرجات ملعب حسين عيد حمد بتيزي وزو. 2-1 للمولودية بأية طريقة وبأية كيفية. يا لها من روعة، يا لها من فرجة. شوف الإعادة كيف وصلت الكرة بعد جملة من التمريرات. زكريا نعيجي، العربي ثابتي، لمسة 2-3 في الشباك. يا سلام، يا سلام على هذه الكرة، يا سلام على هذه اللمسة. الدور هذه المرة على محمد رضا حليمية الذي أضاف الهدف الثاني لمصلحة مولودية الجزائر في الدقيقة 67. 2-1. يستدير بالكرة، ينتظر ويتريث، يرسل كرة في العمق، تمكنش منها هنا البديل بوان بركان في المتابعة لهذه الكرة. وهذا مرجم هنا، انطلق زكريا نايجي، زكريا يتحصل على الخطأ وقد يتحصل مداني على البطاقة الصفراء. البطاقة الصفراء لمحمد الأمين المداني، البطاقة الصفراء لمحمد الأمين المداني. في الأولى أنذره شفويا وفي الثانية
منحه البطاقة الصفراء، وكان يتجه مباشرة ناحية المرمى هنا، وكان في اتجاه المرمى، بينما مداني لم يكن المدافع الأخير. بالتالي البطاقة الصفراء هنا. محاول العودة والتعرف على هوية اللاعب أثناء توجيه الإنذار أو الطرد في حالة يعني وجود نزاع ووجود اضطراب فوق أرضية الميدان. على كل الحكم يقدر ويدبر ثم يقرر بعد ذلك إن كانت الكرة تقتضي بطاقة صفراء أو حمراء. محمد الأمين المداني ينتظر مصيره، يتطلع للقرار. محمد الأمين المداني هنا أمام زكريا نعيجي، والتدخل كان موجود. هل التدخل يقتضي البطاقة الصفراء أم البطاقة الحمراء؟ ذلك ما سنتعرف عليه مع الحكم نبيل بوخالفة. ضغط كبير على حكم المباراة، قرارات يعني ستكون مؤثرة على سيرورة المباراة. ما هو القرار يا بوخالفة؟ ما هو القرار يا نبيل؟ 37 سنة حكم المباراة، تقنية الفار، قرر وقدر وفكر أن يحول البطاقة إلى حمراء. أوي 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 أوي، يحول البطاقة إلى حمراء. نبيل بوخالفة يخرج محمد الأمين المداني. حقيقة كشخص وكإنسان خلوق يستحق كل التقدير وكل الاحترام، لكن هذه كرة القدم. ردة فعل من مدافع مرماه في حالة خطر، واللاعب المهاجم منطلق نحو المرمى، كل روح رياضية. يا سلام عليك يا أمين يا مداني، لاعب خلوق جدا، يستحق كل التقدير والاحترام، يستحق مكانته في المنتخب الوطني، وأدى دقائق مقبولة جدا، سجل هدفا. هكذا هي الروح الرياضية. الشبيبة ستلعب تكمل المباراة ب10، تلعب الكرة في القائم الثاني. أي كاد أن يفعلها. هل هو موالي؟ بل هو أيوب غزالة. أيوب غزالة في القائم الثاني تابع الكرة، لم يكن متسللا، ووضعها بالرجل اليسرى فوق القائم وفوق العارضة الأفقية لمرمى سيف بالرابح. 2-1 دائما لمصلحة المولودية قبل 10 دقائق بالتمام من نهاية وقت المباراة الرسمي، في انتظار الدقائق التي سيضيفها الحكم كوقت بديل للضياع. الكرة لمصلحة الشبيبة في منطقة الكاناري، ترسل كرة طويلة، يلحق عليها زكريا نعيجي سرعان ما تعود لآدم أرجم. تقدم آدم أرجم من هناك بطريقة ممتازة. السلام، تمريرة من أروع ما يكون من آدم أرجم لكسيل أبو عالية. لم يتوقع هذه الكرة وهذه التمريرة برجله اليمنى التي لا يتقن اللعب بها مثل ما يتقن اللعب بيسراها. كانت تمريرة دقيقة ومليمترية ورائعة من آدم أرجم. يا سلام، تردد بين، أنا أقدر بأنه تردد بين تمرير الكرة وتسديدها. تمرير الكرة إلى وترى جبريل وكذلك بركان رضوان، أو تسديدها